السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ماي بسكوت. اليوم جبت لكم وصفة سهلة وسريعة التحضير تاع السفنج. هنا ديت 500 غرام من الفرينة، نغربلوها، يعني ماذا بكم تدو فرينة من النوع الجيد. زدت عليها الملح حسب الرغبة، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز ونصف ملعقة من السكر. نخلط المواد الجافة جيدا، فيما بعد نلمها الماء اللي يكون دافي، ما بارد ما سخن. نبداو نلمو غير بشويه حتى نتحصلوا على عجينه طريه ومتماسكه. غادي تشوفوا القوام تاع العجينه معايا، شوفوا العجين كي داير. ثم ماذا بكم الماء زيدوا غير بشويه حتى نتحصلوا على قوام العجين اللي رانا باغيناه بهذا الشكل. ما نخلطوش بزاف، نغطوا العجين بفيلم غذائي وبمنديل ونخلوها حتى تختمر. كي تختمر العجينه نعاودوا نفشوا لها الخمور تاعها، كل ما تطلع نفشوها، كل ما تطلع نهبطوا لها الاختمار تاعها عده مرات. هذه العمليه نقوموا بها 3-4 مرات. نجيبوا سميد من النوع الجيد، طبعا سميد يكون رقيق ولا لا سمولين. غادي نرمدوا فيها الحبات تاع السفنج، يعني نقطعوا قطع كويرات صغيرة، نستعنوا بالزيت، نديروا الزيت في يدينا ونحاولوا نقطع كويرات صغيرة، والحجم ما نتوما تتحكموا فيه على حسب الرغبة تاعكم. ونحطوها في السميد، نرمدوها، فيما بعد نحطوها في صينية أخرى على السميد أيضا باش ما تلتصقش الحبة ولا الكويرة تاع العجين تاع السفنج. فيما بعد كي نكملوا كاع العملية هذه ونديروها على شكل كويرات، نرمدوهم في السميد ونحطهم طبعا في الصينية اللي مرشوشة أيضا بالسميد، نحلوهم قليلا. وعندنا المقلاة تاع الزيت راهي فوق النار تكون هادئة في الأول، ومن بعد كي نبدو نقلو نزيدو للنار وتكون قوية. نحلو الحبة بهذا الشكل ونحطوها مباشرة في الزيت السخن. هذه هي الطريقة تاع القلي. نقلبوها من الجانبين، طبعا بالملعقة نحطو ولا نفرغوا الزيت سخن على الحبات تاع السفنج كي يكونوا نقلوا فيها. هذا هو الشكل النهائي تاع السفنج تاعنا، يعني يجي سفنج رائع. هذا السفنج من احسن الانواع اللي جربتها، هذا اللي مرمد في السميد، ما يشربش بزاف الزيت، ما يجيش هذاك الزيت اللي يخرج منه، ولا يجي ناشف، يجي خفيف، يجي فارغ من الداخل. واكثر حاجه ما يكهمش، يعني ناكلو حبه ولا زوج ما يكهمناش. كاين انواع تاع السفنج تاكلي حبه نص حبه صاي ما نقدروش نزيدو. هذا النوع ما يكهمش، يجي ماشي شارب الزيت بزاف، ويجي خاوي من الداخل، يجي طري، يجي شوفوا القوام تاعه كيفاش يجي اكثر من رائع. يعني حتى للناس المبتدئين اللي ما مداريش يديروا السفنج غادي تنجح معهم العمليه من اول مره. يعني جربوه على ضمانتي، غادي تنجحوا فيه لاول مره. شوفوا يجي من فوق، يجي خاوي من الداخل. شوفوا كيفاش يجي اكثر من الرائع. والحاجه اللي فيه مليحه هو كي ما يكهمش، يعني مشي شارب كاع الزيت. ننصحكم بليتو تجربوا هاد الطريقه اللي الحبات تاع السفنج مرمدين في السميد، غادي تنجحوا فيها وما يغبنكمش مام في العمليه تاع القلي. غادي تكون عمليه سهله تاع القلي. جربوه وما تنسوش الا جربتوا هاد الوصفه وان شاء الله تنجحوا فيها. كتبوا لي في التعليقات باللي نجحنا في هاد السفنج. نلتقي في فيديو اخر، والى اللقاء.